طبعا كل فترة وفترة نشوف واحد يمني، يعني الشرطة مسكته في برا، دول برا، مش انه مجهول ولا يعني ما عنده غامة لا 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 لا، جهل، تخلف، تلقاه متجنس في أمريكا أو في بريطانيا أو في. يا أخي الكريم، لما تسافر بلد، هذه رسالة للجميع، لما تسافر بلد مش بلدك احترم الأنظمة والقوانين وعاداتهم وتقاليدهم. وين رايح انت والجنبية حقك ومش عارف ايش تراث، تنقل التراث ايش من تراث؟ الآن حلو لما يكسروا شرفك ويقيدوك ويصوروك، كسروا شرفك. يا أخي سبحان الله، شوف رب العالمين، يعني حكمة رب العالمين، جعل اليمن فقيرة وحط قليل هكذا بس نموذج للعالم. شوفوا هذا هذا الشعب إذا شبع كيف بيسوي. يا أخي البلد هذه استضافتك، وفرت لك عمل، وفرت لك فرصة عمل، خلتك بني آدم، خلتك تنظف. ولا لو أنت في بلادك والله العظيم إيه بقول لك، بتلوك الماء، شفت الماء هذا بتلوكه، ولا سايق باص ولا مغوتي ولا حمال ولا. احترموا الأنظمة. كل ما ساع يمني مسكوه، كل ما ساع يمني مسكوه. لما تروح بلد لا تشوف نفسك حاجة كبير، حتى لو انك متجنس. شوف المتجنس يظل متجنس، ما يظل ابن البلد لو بعد 1000 سنة. هذه خليها معلومة عندك هنا في راسك. أنا جنوبي بن جنوبي، صح ولا لا؟ لو أروح شبوة، ما بقول لك يعني هي جنوب شبوة، أولادي ما بيقولوا عليهم شبوة ذولا، ما بيقولوا عوالق ولا بيقولوا بقبيلة فلان في شبوة، لا ما فيش. لو 1000 سنة وذو فلان بن فلان، ذولا مش مشبوة، ذولا يقولون نازحين. فلازم الإنسان يا أخي يحترم نفسه ويحترم البلد اللي استضافته. أقول لك بسكون في أمريكا لابس جنبيه وبندق خشبي، عارفين إنك يمني نازح. والله لو تلبس ذهب كامل يمني، بلادك ولا حاجة، بلادنا كلنا عشان ما تزعل. يلا بلادنا تعبانة خربانة، نازحين هاربين من الجوع والفقر. طبعا هذا اللي دخل مع جنبيه وذا هو راح تهريب راح وجنسوه، نازح راح سفير طيار، استغلوا. هو نفسه هذا اللي يصور نفسه والجيب شغال في سوبر ماركت، ايه تحسب طبيب مخ واعصاب، سوبر ماركت تبيع له ولا في محطة بترول ولا اي شو. بس هذا ما فيش، خلاص ارتبشوا بعضهم اصحابنا، ارتبشوا. خزيتوا فينا يا جماعة الخير. اقول لك للمرة الألف، احترم البلد اللي وفرت لك عمل، واحترم عادات وتقاليد الآخرين حتى في بلدك. لما تنتقل لمنطقة ثانية احترم نفسك، الناس بقى تحترمك.